السلام عليكم. لا شيء اليوم في الرباط يضاهي ملعبها الكبير ضخامة وأناقة وتعقيدا. هكذا ينتصب شامخا في مدخلها الجنوبي، وكأنه طبق فاخر تستقبل به الرباط ضيوفها وتذهلهم به منذ اللحظة الأولى لدخولهم. والذهول هنا لا ينقطع بغروب شمس العاصمة، بل يمتد ليقتحم سكون ليلها، حين تتحول هذه الأشكال المعينة إلى لوحة فنية فاتنة. وهنا في هذه المرحلة بالذات يجدر بنا تناول موضوع الإضاءة الخارجية لهذا الملعب الأيقوني بما يستحق من البيان والتفصيل، لكن ليس قبل أن تتكرموا بضغط زر الاشتراك في القناة لمن لم يفعل ذلك بعد، وللجميع الشكر والتقدير. أيها الكرام متابعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عصر لم تعد فيه العمارة مجرد كتل وهياكل ذات وظائف عملية فحسب، بل أصبحت واجهة بصرية تعبر عن الهوية ومستوى الإبداع وطموحات الشعوب. فبناء منشأة ضخمة بحجم ملعب مولاي عبد الله وبشكل إبداعي كهذا لا شك أنه يترك انطباعاً نفسياً خالداً لدى كل زائر. فأنت لا تبني ملعباً بهذا الحجم كل يوم، ولا كل العالم يحظى بفرصة إبراز قدراته كما نفعل نحن اليوم بهذا الملعب الأيقوني. في مقطع سابق فصلنا بالدقة المطلوبة في مسوغات ومنهجية اختيار وتنفيذ التغليف المعتمد لهذا الملعب الكبير، واليوم سنتحدث عن جانب مكمل وأساسي: الإضاءة الخارجية، خاصة أن أغلب مباريات كرة القدم تقام ليلاً، والليل هو الوعاء الذي يمنح إنشاءات عملاقة كهذه فرصة استعراض مفاتنها الهندسية باستخدام شيء واحد: الضوء. في ملعب مولاي عبد الله ستشكل الإضاءة عنصراً حاسماً في تعزيز البعد الجمالي للتغليف الذهبي المعقد المستوحى من سعف النخيل كما هو معروف. لكن هذه الإضاءة لن تكون تقليدية، بل ستتجاوز وظيفتها التقنية لتتحول إلى أداة فنية تبرز تفاصيل الواجهة